في يوم ممطر في واحدة من مدن الصين، كانت في أم ماشية وشايلة ابنها الرضيع وبتحاول تهرب من ناس بيطردوها. استخبت في ركن ضيق وقعدت تغني لابنها عشان تهديه وما يحسش بالخوف. فجأة واحدة ست ساكنة قريب سمعتها وقربت منها وقالت ليها تعالي ادخلي بيتي بدل المطر ده عشان الواد ما يتعبش ويبرد. الأم بصت للست وراحت مسلماها الطفل وقالت ليها خديه جوه ثانية واحدة، هروح بس اجيب له شوية دواء وارجع فورا. وقبل ما تمشي لبست الطفل دلاية او سلسلة على شكل ثمرة جوز هند واختفت تماما. الست قعدت تدور عليها يمين وشمال، مفيش اي اثر، فص ملح وداب. مرت السنين والطفل كبر وبقى اسمه شو، وبعد 18 سنة شو كان ماشي مع لو البنت اللي تربى معاها وكأنها أخته، وده في مهرجان في بلدهم. وهم ماشيين شو سمع الناس بتتكلم عن إن في ناس اليومين دول بدأت تظهر عندهم قدرات خارقة والموضوع ده بيزيد بسرعة. فجأة شاف زحمة كبيرة وراجل بيقدم عرض بالنار وباين عليه جدا إنه عنده قدرات مش طبيعية. شو وأخته قربوا عشان يشوفوا العرض أحسن، وأول ما شو عينه جت على قدرات الراجل ده حس ان الزمن وقف، مفيش حد بيتحرك خالص. وفجأة لقى نفسه في مكان غريب في الفضاء وشاف سيف طاير في الهواء، وفي نفس اللحظة السلسلة اللي في رقبته نورت لثواني وبعدين كل ده اختفى. شو رجع للواقع وهو مبهور وقال في نفسه مستحيل الراجل ده يكون طبيعي، اكيد دي قدرات خارقة. اول ما العرض خلص اخته قالت لي يا نهار ابيض ده كان عرض يجنن، تعالى ندخل الكواليس ورا يمكن نعرف عمل كده ازاي ونتعلم منه. شو وافق واتسحبوا هما الاتنين ورا المسرح. اول ما وصلوا ورا الكواليس اتصدموا لما شافوا مجموعة ناس بيخدروا الراجل بتاع عرض النار، والراجل وقع قدامهم مغمي عليه. اخت شو اترعبت وصوتت وده خلى المجموعة تاخد بالها منهم. شو بسرعة راح داخل في الكلام ببرود وقال لهم لا مؤاخذة يا جماعة، هو الحمام فين؟ اصلنا تهنا وبندور عليه. الناس بصت له باستغراب وقالوا لي حمام ايه يا ابني؟ انت بتستقبل؟ ده مش حمام، وبعدين احنا شرطة وبنحقق مع الراجل ده. شو كبر دماغه وقال لهم تمام حصل خير، واخد اخته ومشيوا. وهو ماشي قاعد يفكر الراجل ده اكيد استخدم قدرته في العرض والناس دي شكلها بتصطاد اللي زيه. بعدها شو سأل اخته ايه رأيك في الناس اللي بتطلع ليهم قدرات اليومين دول؟ ردت عليه بمنتهى الثقة يا عم دول اقوياء ماشي، بس انا اول ما قدرتي تظهر هفرتكهم كلهم، وانت يا شو حتى لو طلعت لك قدرة اكيد هتبقى تعبانة زيك كده، بس ما تقلقش انا هحميك، ما انت في الاخر الشيف الخصوصي بتاعي. شو اتصدم من كلامها بس ابتسم وقال لها ماشي يا ستي اللي تشوفيه. رجعوا البيت وهناك قابل لو الست اللي ربته وهو صغير، سلم عليها ودخل المطبخ. لو كانت قاعدة بتتفرج على الاخبار وهي مهتمة بموضوع القدرات الخارقة ده. شو لقى المكرونة خلصت فقرر ينزل يشتري شوية، وهو ماشي في الشارع ذكريات طفولته هجمت عليه. افتكر ازاي مفيش حد واقف جنبه غير لو، حتى لما كان بيمرض كانت هي الوحيدة اللي بتشيله، لدرجة انها هربت من الملجأ عشان تعيش معاه في بيته. وهو سرحان في الكلام ده ما خدش باله من عربية طايرة خبطته ورمته على الارض غرقان في دمه. كانت خلاص شكلها النهاية، بس فجأة حصلت المعجزة، السلسلة اللي في رقبته نورت وبدأت تعالج كل جروحه في ثواني. شو طار في الهواء ونزل تاني على الارض، فتح عينيه وهو مش مصدق انا ازاي اتخبطت الخبطه دي ومش حاسس بوجع، هي قدرتي ظهرت ولا ايه؟ بس انا مش هسيب السواق اللي خبطني ده يهرب بالسهوله دي. السواق كان واقف بعيد بيبص عليه وهو مرعوب وفكره مات. فجاه شو قام وقف ومثل عليه انه عفريت وجاي ينتقم منه. السواق مات من الرعب، وشو لقى ارقام غريبه بتظهر فوق راس السواق. السواق جرى ركب عربيته وخلع، وشو كمل طريقه يجيب المكرونه. شو وصل المحل وهو غرقان دم، فصاحب المحل اتخض اول ما شافه. فجأة ظهرت ارقام تانية فوق راس الراجل. شو اتلخبط اخذ المكرونه وجرى على البيت، وهو بيجري خبط في اتنين كمان وبرضه ظهرت ارقام فوق راسهم. اول ما دخل البيت لو شافته واتخضت ايه اللي حصل لك؟ قال لها ما تشغليش بالك، وجرى على الحمام. بص في المرايه لقى جسمه زي الفل مفيش ولا خدش. دخل اوضته وقعد يتخيل قدرته عباره عن ايه. فجأة ظهرت قدامه شاشة غريبة فيها نقط جمعها طول اليوم. قعد يفكر مين الناس دي؟ انا معرفش حد فيهم. وبعدين افتكر الارقام اللي ظهرت فوق روس الناس اللي ضايقهم، فقال يا نهار ابيض ده انا كل ما ارخم على حد او اضايقه باخد نقط سحرية، وكل ما الرخامة تزيد النقط بتزيد وقدرتي بتقوى. شو طار من الفرحة وقال بس ده انا ههري الناس رخامة وهبقى ملك الشياطين الجديد. وهو بيقلب في الشاشة لقى حاجة اسمها عجلة الحظ.
الحظ، اللفة ب100 نقطة وهو معاه 900، يعني 9 لفات. قعد يلف، أول مرة حظ أوفر، تاني مرة شكرا للمشاركة، في التالتة طلعت له تفاحة سحرية. أول ما أكلها حس بطاقة مرعبة في جسمه، فضل يلف لحد ما طلعت له لفافة ورق فيها كلمات الأغنية اللي أمه كانت بتغنيها له زمان. قعد يغنيها وهو مغمض، وحس إنه انتقل لعالم تاني جوه قدرته، ولقى نفسه في منافسة مع أخته، ولقى النقط السلبية بتعد قدامه. فرح جدا وقرر يرخم عليها أكتر عشان يجمع نقط أكتر. بعدها خرج يروح السينما، بس وهو هناك حس بحاجة غريبة بره. طلع فوق السطح يشوف ايه، لقى نفس الجماعة بتوع الكواليس، فحاول يستخبى بس قفشوه. واحد منهم قال له انت بتعمل ايه هنا يا انت تابع العصابة ولا ايه؟ رد ببرود يا عم انا ساكن هنا، انتوا اللي بتعملوا ايه؟ الراجل قال له في مجرم خطير هنا وبنطرده، ادخل جوه عشان ما تتأذيش. هز راسه ودخل وهو بيقول لنفسه ازاي حسيت بيهم وهم ما حسوش بيا؟ ده معناه ان قدرتي اقوى منهم بكتير. فجأة سألته كنت بتعمل ايه بره؟ ولسه هيرد شافوا واحد مرمي قدام البيت. طلع يجري يشوفه، ولو قعدت ترخم عليه وتديله نقط سلبية لحد ما طلعت وراه. طلع الراجل هو نفسه بتاع عرض النار. قال له لازم نطلب الاسعاف وندخله جوه. ردت يا عم اسعاف ايه؟ دي غالي علينا، سيبه هنا وخلصنا. الراجل اول ما سمع كده اتغاظ، لانه كان بيمثل انه مغمى عليه وطلعت منه نقط سلبية. فهم انه صاحي وقعد يزود في الرخامة عشان يلم نقاط، وقال في نفسه ده انا هبقى ملك الشياطين اسرع مما كنت اتخيل. الراجل جاب اخره وقعد عايز اشرب، هاتله ميه. رد بتريقه خد حته التلج دي اللي عندنا. الراجل ولع نار من كتر الغيظ وحاول يحرق بس قدرة طفت النار واحرقته قدامهم. الراجل قال لهم انا ماشي مش عايز منكم حاجه. قال له خلي بالك وانت نازل من على السطح لا تقع تاني. وطبعا لم نقط زياده من غيظه. دخل لاخته وسالته انت ازاي ما اتحرقتش؟ هي قدرتك ظهرت؟ قال لها مش عارف. قالت له حتى لو ظهرت جسمك الضعيف ده مش هيستحملها. قال لها بتقول ايه؟ ده انا قدرتي ظهرت وبقت 100 وبالمناسبه بقى اعملي لي الواجب بتاعي قبل ما تنامي. وطبعا اخذ منها نقط زياده وهو خارج. دخل اوضته وبدا يكتشف قدراته اكتر. لا حاجه بتتباع بالنقط، اشتراها وطلعت ماده غريبه. اول ما اكلها دخل في عالم الطاقه بتاعه وشاف كوكب بعيد، وعرف انه اكتسب قوه جديده. لما فاق لقى نفسه يقدر يشيل السرير بايد واحده. خرج لقى بتتفرج على التلفزيون، قعد جنبها وفتح جروب الفصل وقعد يلقح كلام ويرخم على زمايله ويلم في نقط. لما شبع سالته هم ليه مش بيكلموك؟ رد عليها عشان عارفين اني معيش فلوس فمش بيوجعوا دماغهم معايا. صعب عليها حاله، وقامت جابت ليه شويه بيض عشان ينزل يبيعهم تاني يوم ويسندوا بيهم مصاريف البيت، لان ده كان دخلهم الاساسي. تاني يوم واقف بيبيع بيض وجنبه راجل عجوز بيسال عن قال له هي تعبانه النهارده. عدى عليه 2 من زمايله وعملوا نفسهم مش شايفينه. العجوز اتضايق وقال له هم ما كلموكش ليه؟ قال له ببرود تلاقيهم محرجين عشان ببيع بيض مش اكتر. فجاه ظهر رئيس الفصل وقعد يتنطط على ويتريق عليه. هو بيع البيض ده اللي مأكلك عيش؟ رد بمنتهى الهدوء واحدة واحدة وبجمع مصاريفي. وده غاظ الولد جدا، أخد منه نقاط. رئيس الفصل قال له بيعهم بسرعة قبل ما سمعتك تبوظ في المدرسة. قفشه وقال له لو خايف عليه بجد ما تشتري انت البيض كله ولا ما معكش؟ الولد كرمته ونقحت عليه وقال له طبعا اقدر. في ثانية لما كل البيض في كيس واحد وقال له رئيس الفصل اشترى كل البيض يا جماعة مفيش بيع خلاص. الناس اللي كانت واقفة في الطابور اتضايقت لم نقط من كل اللي واقفين وخد الفلوس من رئيس الفصل في ثواني. رجع المدرسة لقى موقع جديد نازل بيراقب الناس اللي عندها قدرات. جات له فكرة صيعة يلم بيها نقاط. وقف وقال لكل الفصل في طالب جديد قدرته ظهرت يا جدعان. الفصل كله هاج مين ده؟ قال لهم اللي بعت الرسالة مجهول فما عرفش مين. الفصل كله اتغاظ منه لم سبوبة نقط محترمة. وهم بيتكلموا طالب دخل يصرخ الحقوا مصيبة. طالب من السنين اللي فوق قدرته ظهرت وماسك المدير وعايز يرميه من فوق السطح. قال في نفسه دي فرصة عمري ألم نقاط. وجرى على السطح وهو في الطريق عدى على بنت اسمها ليه وحس ان عندها قدرة مخفية بس مش مبيناها. وصل السطح لقى الطالب ماسك المدير والكل واقف متلج. دخل في الموضوع وقعد يدي الطالب محاضرة طويلة ومملة من عواقب قتل المدير. الكل زاق من رغي وكلامه الكتير، بس هو كان عمال يلم نقاط بالكوم. الطالب اتشتت
خافت من الرغي، والشرطة استغلت الفرصة وقفشته والموضوع خلص. رجع الفصل لقى ناس جاية تعمل اختبارات للطلاب عشان يعرفوا مين عنده قدرات. شو خاف لا يتفضح، روح البيت لقى له تعبانة جدا وحرارتها عالية. شو استخدم عجلة الحظ لحد ما طلعت له فاكهة صغيرة اداها للو، ومن اول قطمة خفت وبقت زي الفل. تاني يوم في المدرسة النتائج طلعت، اول اسم ليه البنت اللي شافها على السلم، وبعدين رئيس الفصل، وفي الاخر المدرس قرأ اسم وهو مش مصدق. شو بعد ما اسم شو طلع في كشف القدرات الفصل كله كان في حالة ذهول. تاني يوم جه طالب جديد اسمه جيا وقعد جنب شو، لان البنت اللي كانت قاعدة جنبه هربت من كتر رخامته. شو كالعادة بدأ يستظرف عليه عشان يلم نقاط. سأله هو حد قبل كده اعترف لك بحبه؟ جيا قال له ايوه. فشو قال له لا انا قصدي بنات، في بنت اعترفت ليك. جيا اتصدم، وشو اخد اول جرعة نقاط منه. بالليل الطلاب اللي عندهم قدرات اتجمعوا عشان يتدربوا، وشو اكتشف ان المدرب هو نفس الراجل اللي قابله كذا مرة قبل كده. المدرب سأل سؤال كيمياء عن خليط الصوديوم والبوتاسيوم. رئيس الفصل رفع ايده بس المدرس نفضه واختار شو. شو رد بمنتهى الثقة ده اكيد الطريق للجنة صح. فالمدرس اتعصب وقال له انا غلطان اني سألتك. المدرس وزع عليهم انابيب اختبار فيها مادة بتغير لونها حسب قوة الشخص، كل ما اللون يغمق كل ما كنت اقوى. شو بقى عمل حركة صيعة، اكل فاكهة بتضعف القوة مؤقتا عشان يداري قوته الحقيقية، وطلعت نتيجته اضعف واحد. رئيس الفصل قعد يتريق عليه بس شو رد عليه بكلمتين سم خلاه يغلي هو وبقية الفصل. رجع البيت وفتح عجلة الحظ لقى صنف جديد نزل اسمه توفو، وهي عبارة عن جبنة صينية ريحتها كانت تقرف بس طعمها حلو جدا. لو شمت الريحة وقالت له ايه القرف ده ابعدوا عني. شو قعد يلف العجلة لحد ما جمع 50 حتة توفو. فجأة لو حصل ليها حاجة غريبة، نور اسود نزل من السماء واخترق جسمها وخريطة النجوم بتاعتها ظهرت. قدرتها اخيرا اتفعلت وبقت طايرة من الفرحة. شو فكر يستغل التوفو المعفن ده وقرر ينزل يبيعه، والناس اللي تشم الريحة وتتضايق تديله نقاط، والناس اللي تاكل وتعجبها تديله فلوس. سبوبة من الناحيتين. وهو خارج شاف راجل عجوز بيتدرب بالسيف باحترافية. العجوز قال له عايز تتعلم الحركة دي؟ شو قال له لا ومشى وسابه مظلوم. شو قعد يجمع نقاط ويفتح فيه خريطة النجوم بتاعته لحد ما خلص كواكبها كلها. وفجأة ظهر ليه سلاح أسطوري عبارة عن سيف يقدر يستدعيه ويتحكم فيه في الحقيقة. تاني يوم في المدرسة رئيس اتحاد الطلبة كان عامل ماتش ريست ومحدش عارف يغلبه. شاف شو وقال له بطريقة ما تيجي ألعبك بإيد الشمال الضعيفة عشان تبقى الفرص متساوية. شو قال له تمام. في ثانية شو رزعه على الترابيزة، الكل اتصدم وشو لم نقاط بالهبل. قال له يا عم أنا إيد الشمال جامدة شوية، ما تيجي نلعب باليمين يمكن تكسب. ولعبوا باليمين وغلبوا تاني. رئيس الاتحاد كان هيتجنن. فشو قال له تصدق بالله أنا قدرتي زادت أول ما لمست إيدك، أنت شكلك بخت الحلو. وطبعا كمل عليهم في الغداء وهو شايل التوفو المعفن عشان يسد نفسهم ويلم نقاط زيادة. جيا راح لشو وهو مستغرب وقال له بقول لك ايه انت ازاي قوتك زادت فجأة كده؟ شو رد عليه بصوت عالي عشان يسمع الكل كله بفضل رئيس الفصل، ده هو نجمة حظي، اول ما مسكت ايده الباور بتاعي علي. جيا قال له طيب ما تقول للمدرس يمكن يديك احجار سحرية زيادة تساعدك. شو سأل بفضول هو المدرس ده شغال فين اصلا؟ جيا رد ده تبع شبكة الارض. شو استغرب هو في شبكات تانية؟ جيا قال له ياه ده في شبكة السماء ودي اقوى بكتير من شبكة الارض. شو هز راسه وقال له تمام وصلت. لما شو رجع البيت سمع صوت ناس بتتكلم برا، قعد يتصنت عليهم وفهم انهم تبع شبكة السماء دي. لقى القائد بتاعهم رايح للراجل العجوز اللي كان بيتدرب بالسيف وبيعرض عليه منصب كبير في شبكة السماء، بس العجوز رفض بمنتهى التناكة وقال له والله انا مش فاضي دلوقتي ورايا حاجات اهم. المهم القائد رد عليه وقال له ماشي براحتك بس خليك عارف ان المكان الفاضي في منظمة سكاي نتورك ده معمول عشانك انت ومحدش غيرك هيملى مكانه. وبعدها سابه ومشى. شو بقى كان مراقب الليلة دي كلها من بعيد وفهم ان الراجل العجوز ده واصل وتقيل في المنظمة، فقرر انه لازم يتعلم منه اصول اللعب بالسيف. تاني يوم شو راح للعجوز وقال له بصراحة انا عايزك تدربني. الراجل فرح جدا وقال له يا مرحب بيك يا ابني تعالى في اي وقت. بس شو ما كانش سهل، قال له ماشي بس عندي شرط واحد. العجوز استغرب وقال له شرط ايه ده كمان؟ شو رد عليه عايزك تذاكر للو وتساعدها في دروسها، فانا الفترة دي مش فاضي احك
هعك راسي ومش هعرف أذاكر لها. طبعا العجوز اتضايق ولو نفسها كانت هتموت من الغيظ، وشو كالعادة نازل يلم في نقط منهم هم الاتنين، واليوم خلص على كده. تاني يوم وشو قاعد في الفصل لقى العداد بتاعه عمال يرفع ونقاطه بتزيد. استغرب في الأول وبعدين فهم لو ما كانتش سايبة العجوز في حاله في الدرس وعمالة تطلع عينيه، وطاقتها كانت عمالة تتفاعل، وده اللي خلاه يلم نقط أكتر. وهو خارج من الفصل شاف ساي ماشية جنبه، بس كانت هادية بزيادة، هدوء مريب كأنها مخبية وراها مصيبة. في نفس الوقت العجوز كان بيحاول يشرح للو مسائل رياضية، وهي كانت خلاص فصلت وعمالة ترخم عليه بأسئلتها المستفزة. سألته هو انت اتعلمت العد ده امتى؟ رد عليها بزهق من قبل ما تتولدي يا شطرة. قالت له يعني انت عندك 81 سنة وانا عندي 10 سنين؟ لو طرحنا العشرة من 81 يبقى انت قضيت 71 سنة من عمرك ما بتعرفش تعد. البنت كانت رغاية ورخمة جدا يا جماعة بشكل مش طبيعي. العجوز كان هيفرقع من جنابه، وشو مصلحته ماشية والنقاط عمالة بتزيد. اول ما شاف شو العجوز قال له ادينا ذاكرنا للبنت زي ما طلبت، يلا بقى دوري اعلمك فنون السيف. شو قال له اتفقنا. العجوز طلع مجموعة أثقال وقال له عايزك تلبس دول بالتدريج من الخفيف للتقيل، والجوانتي ده أتقل حاجة وزنه داخل في 300 كيلو، ابدأ بالراحة لحد ما تتعود عليه. شو بص للأوزان كده وراح ماسك الجوانتي بإيد واحدة وحدفه في الهواء وقال له طاقتي الفترة دي زادت وبقيت وحش، خلينا نخش في التقيل على طول. العجوز انبهر بيه وقال له خلاص على بركة الله. راح جاب ورقة وقال له هعلمك ان مفيش حاجة صعبة وان اي حاجة في الدنيا دي ممكن تتقطع. وبدأ يجمع طاقته كلها حوالين الورقة دي، وراح ضارب الهواء بضربة قوية لدرجة انها شقت الفراغ نفسه، وحتى الحيطة اللي قدامهم اتقسمت نصين. بعد الحركة دي العجوز حدف السيف لشو عشان يبدأ تدريبه بجد. شو ما كدبش خبر، فضل يتمرن وطاقته عمالة تزيد وتنفجر، وكان بيتعلم بسرعة الصاروخ لدرجة انه بقى خبير في السيف في وقت قياسي. الظاهر دي كانت موهبته الحقيقية فعلا. لما الليل جه العجوز سأل شو سؤال عميق شوية، قول لي يا ابني هو الواحد امتى بيبقى قوي بجد؟ شو رد ببرود لما يكسر كل القواعد. العجوز هز راسه وقال له لا مش ده اللي قصدي عليه، انا قصدي الشخص بيجيب القوة اللي تخليه يكسر القواعد دي امتى. شو قال له والله ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان عايز اعيش في سلام واحمي اختي وبس، مش عايز اكتر من كده. العجوز قال له بس القوة الكبيرة دي بتخليك تقدر تحمي ناس اكتر وتعمل قرشين حلوين كمان. شو قال له حتى لو حد طلب مني مهمة مش هقبلها، انا ما بحبش اعتمد على حد، يمكن عشان الطريقة اللي كبرت بيها، بس انا عارف ان الدنيا صعبة ومحتاجة شقة، وعشان كده مهما ضاقت بيا مش هستسلم، هعيشها بطريقتي حتى لو طريقتي دي غلط. العجوز انبهر بكلامه جدا وقال له ماشي يا سيدي اللي تشوفه. تاني يوم العجوز كان بيذاكر للو تمارين صعبة، وجاب لها كيس شيبسي عشان يفتح نفسها ويخليها تركز وتفهم بسرعة رغم انها لسه طفلة. فجأة العجوز حس بحد من منظمة سكاي نتورك واقف وراه. طلع شير. لو كانت متضايقة من وجودهم هما الاتنين، وطبعا ده خلى شو يلم نقط بالكوم. شو استغرب لما شاف شير هناك اللي كان عمال يشرح للعجوز ان في اخطار بدأت تظهر في البلد وعايزه ينضم للمنظمة، بس العجوز ركب دماغه ورفض. بعد ما شير مشى العجوز ادى لشو انبوبتين صوديوم عشان يختبر قوته وصلت لفين. شو استخدمهم والسائل اللي جواهم قلب اسود غامق، ودي علامة ان قوته وصلت لدرجة ايه، ودي اعلى رتبة. مش بس كده، اللون اتغير تاني وده معناه انه عدى الايه كمان، حتى لو درجتها عليت وبقت فوق الايه، والموضوع بقى جد جدا. شو خرج ودفن الانابيب دي عشان محدش يشم خبر، ولما قابل العجوز وقال له ها عملت ايه، شو اشتغل وقال له انا لسه ضعيف زي ما انا. فالعجوز اتصدم وسابه ومشى. بعدها شو فضل يتدرب على خريطة النجوم بتاعته لحد ما فتح قوة جديدة زي هالة كده بتحاوط جسمه وتحميه من اي ضرر وتزود قوته. وفي نفس الوقت لو كانت بتحلم بخريطة النجوم بتاعتها وهي كمان فتحت قدرة جديدة.
شو قال لها ورينا كده، وريني القوة دي. البنت راحت مستدعية نملة من الثقب الأسود بتاعها وقالت له إنها بدأت تحس بطاقة الكائنات الميتة، والنملة دي لسه ميتة امبارح. شو أخدها برا عشان يجربوا القوة دي على كائنات تانية. استدعت عصفورة جميلة بس قال لها العصافير دي مش هتنفعك في خناقة، لازم نلاقي حاجة أقوى. قالت له ناوي على إيه؟ رد عليها تعالي معايا هجيب لك أقوى سلاح. أخدها وراحوا لمحل جزارة خنازير عشان تستدعي كائن يليق بالطاقة السوداء بتاعتها. قالت له انت عايزني ابقى بنت الخنزير ولا ايه؟ ضحك وقعد يرخم عليها كالعادة. استنوا لما خنزير اتذبح ورجعوا البيت. قال لها استدعي الخنزير بتاعك دلوقتي، وفعلا عملت كده. وشو جرب يضربه بالسيف وخلص عليه في ثانية. لو كانت خلاص هتاكل شو من الغيظ، بس هو ثبتها بكلمتين وقال لها حقك عليا هعمل لك احلى عشاء. وقعدت تاكل معاه. شو كان طاير من الفرحة عشان الفلوس اللي بدأت تجيله من بيع التوفو خلت حياتهم احسن. وقال لها قريب قوي هنشتري البيت ده ونخلص من هم الايجار. بس فجأة شو حس بوجود ناس عندهم قدرات خارقة قريبين منهم. خرج يراقبهم ولو لزقت فيه وصممت تروح معاه وقالت له ما تقلقش مش هعطلك. وجريوا ناحية الطاقة عشان يشوفوا اللي بيحصل. في نفس الوقت العصابة كانت متجمعة على كوبري ومستعدين يواجهوا الشرطة. وشو ولو واقفين بيتفرجوا على المعركة من بعيد. كان في ضابط شرطة وحش عمال يصد ضربات المجرمين بكل سهولة ومحدش عارف يقرب منه. بس فجأة فقد تركيزه وواحد من المجرمين هجم عليه. الضابط لما عرف قوة المجرم جرى ناحية زمايله وبدأت جولة جديدة من الضرب. المجرم ده كان قوي جدا، متصنف خطر رتبة 4 يعني جبار، وقدر يخلص على 2 من الضباط وخلع هو ورجالته. الشرطة بدأت تجمع نفسها ويخططوا عشان يوقعوهم في الفخ. شو قال لاخته ارجعي انت البيت، وقرر يروح ورا المجرمين لوحده. وصل لبيت لقاه محاصر بالشرطة من كل حتة، والظاهر العصابة كانت مستخبية جواه. واحد من العصابة قال للزعيم ايه رأيك نسلم نفسينا، دول كتير قوي برا ومش هنقدر عليهم. الزعيم رد عليه بطريقة نسلم نفسنا؟ انت عبيط يا ابني، تعال ورايا وانا هحميك، ما تقلقش من حاجة. اخذ الاتنين وخرجوا من البيت. واول ما خرجوا الشرطة فتحت عليهم النار من كل ناحية. بس الزعيم الواطي استخدم رجالته ودرع بشري ولبسهم هم الرصاص. الشرطة بدأت تطرده، وواحد منهم حدف سيفه وقدر يخرم جسمه وافتكروا انه خلاص مات. بس لقى المجرم قام تاني كأن مفيش حاجة حصلت، وبص ليهم وقال جاهزين تموتوا. وفجأة الكل اتفاجأ بشو نزل ليهم من السماء وقال لهم ببرود تصدقوا لو قلت لكم اني جيت هنا بالصدفة؟ طبعا الشرطة افتكروه واحد من العصابة واتغاظوا منه وامروا 2 يهجموا عليه عشان يخلصوا منه. بس شو كان معلم بزيادة، محدش عارف يلمسه حتى، وفضل يضرب فيهم بمعلمة وتقنية عالية قوي. في نفس الوقت كذا ضابط هجموا على المجرم وكانوا خلاص هيغلبوه، بس المجرم ضرب واحد واستفز التاني وخلص عليه تماما. الراجل ده كان قوي بشكل مرعب. شو كان خلص على الاتنين اللي معاه ووقف بيتفرج، وفجأة حتة حديدة تحت رجليه فكت ووقع على الأرض. ضابط شرطة حاول يستغل الفرصة ويضربه وهو في الهواء، بس في الآخر الضابط هو اللي خسر. كده مفيش غير شو والمجرم وش الوش. المجرم بص شو وقال له جا دورك يا بطل عشان تموت. بس فجأة شو شحن طاقته والاتنين خبطوا في بعض، وقوة شو كانت كاسحة وقدر يفرتك المجرم ويثبت انه ماستر حقيقي. بعد المعركة شو رجع البيت ولقى له هتموت من القلق عليه. طمنها وقال لها ما تقلقيش كله تحت السيطرة، تعالي معايا عايز افسحك. قالت له مش انت قلت كده امبارح وودتني محل خنازير؟ ضحك وقال لها لا المرة دي غير، ما تخافيش. وهم خارجين قابلوا العجوز وسألهم رايحين على فين يا ولاد؟ لو ردت شو هيوديني مطعم قريب، صح يا شو؟ وهو أكد كلامها. وهم ماشيين فوق الأسطح شو طلب من لو تمسح المنطقة في دايرة كيلومتر عشان تتأكد إن مفيش حد غريب. وفعلا استدعت العصفورة وقالت له الدنيا تمام. شو رح يتأكد بنفسه وبعت لها رسالة إنها تجيله. أول ما وصلت سألها حاسة بضاقة حد ميت هنا؟ قالت له 3، واحد طويل و2 قصيرين. قال لها تمام اسحبي طاقة الراجل الطويل ده. وفعلا سحبتها، بس لما طلب منها تستدعيه عشان يتأكدوا قالت له طاقتي خلصت ومحتاجة يوم عشان ارتاح. قال لها مفيش مشكلة، احنا عملنا شغل عالي النهاردة يلا نرجع. قالت له نرجع فين؟
مش قلت هتوديني مطعم؟ شو قال لها ما كنا بنهزر يا لولو. قفشت وقالت له لا عايزنا نرجع وبطننا فاضية عشان العجوز يسيح لنا. ضحك وقال لها خلاص يا ستي تعالي نحتفل، واخدها مطعم في وسط البلد وقعدوا ياكلوا، وهي طبعا كان نفسها مفتوحة على الاخر. وهم بياكلوا شو بص للو وقال لها اللي حصل بينا النهارده ده سر، اوعي تبيني قوتك لحد. هزت راسها وقالت له امين. شو فضل يتامل فيها وهي بتاكل وقال لها بقلب حنين انا عارف ان المعيشة معايا صعبة، لو كنتي لسه في الملجأ كان زمانك بتاكلي احسن من كده، انا اسف لو كنت مقصر معاكي. لو اول ما سمعت الكلمتين دول عيطت وقالت له انا لا فرق معايا اكل ولا شرب، انا كل اللي عايزاه اني اعيش معاك في بيتنا. شو اتأثر جدا وافتكر ايام شقاهم واول مرة جمع فيها فلوس عشان يأجروا البيت ده، وقال لها وانا كمان ده اللي عايزه، ومن النهارده هنفضل مع بعض على طول. في الناحية التانية منظمة سكاي نتورك كانت عاملة اجتماع بيحاولوا يعرفوا مين البعبع اللي غلب المجرم القوي. قالوا من طريقته وشكله ده واد مراهق، بس لو مراهق ووصل للمستوى ده لما يكبر هيعمل فينا ايه؟ لازم نلاقيه وبسرعة. في الوقت ده شو كان ناس الدنيا ووقف يبيع توفو وسمعته بقت في السما لدرجة ان البضاعة كانت بتخلص في 10 دقايق. شو كان متضايق شوية عشان الناس بقت تحب التوفو بتاعه، فما بقاش عارف يلم نقط من مشاعرهم السلبية، لحد ما جاله راجل سأله على توفو، ولما قال له خلص الراجل اتنرفز، فشو لما 50 نقطة. ومن هنا جات له الفكرة. جاله واحد تاني قال له عايز توفو. شو قال له تعال قرب كده، مفيش توفو يا حبيبي. خلاص بح الراجل اتغاظ وشو خد منه 100 نقطة وهو بيضحك. تاني يوم لو صحيت وقالت له ان طاقتها رجعت وورته الكائن اللي استدعته، وقالت له انا بقدر اتحكم فيه زي ما انا عايزه، ده انا ممكن اخليه يضربك دلوقتي لو حبيت. شو قعد يترجاها لا وحياة ابوكي بلاش. لو كملت وقالت له انها كمان بتقدر تشوف ذكرياتهم وشافت مكان مخبيين فيه فلوس مسروقه كتير، اقترحت يروحوا ياخدوها، بس شو رفض وقال لها ما ينفعش، لو اخدناها لازم نسلمها للشرطه وساعتها هيسالونا عرفتوا مكانها منين وسرك هيتفضح. لو اتضايقت وقالت له طب ما ناخدها ونشتري بيها البيت اللي احنا فيه. شو قال لها انا كمان نفسي اشتري بيت بس مش بالحرام، وقعد يرخم عليها لحد ما سابته ومشت. تاني يوم في المدرسة الفصل كله كان بيتكلم على حوار الكوبري، وشو دخل قعد يرخم عليهم كالعادة ويلم فيه نقاط. سأل زميله جيا عن الأرض المباركة، قال له دي أرض مليانة طاقة بتخلي الواحد يوصل لأعلى المستويات بسرعة، بس غالية نار. جيا قال له بس في طريقة تانية، الأحجار السحرية، وبيقولوا هيوزعوا علينا منها بكرة. وفعلا جه مدير جديد للمدرسة، وده كان عضو تقيل في سكاي نتورك وجاي مخصوص عشان يدرب فصل المواهب الخاصة. أول ما المدير ده مر من جنب شو حس بحاجة غريبة وفهم ان الراجل ده مش سهل. المدير كمان حس ان في طالب لقطة بس كبر دماغه. في الفصل المدير حذرهم من الشخص الغامض اللي ظهر في المدينة ووزع عليهم احجار سحرية، وعشان شو مستواه قليل خد حجرين بس. شو اخد جي على جنبه وسأله هو الاحجار دي بتتباع وبكام؟ جي قال له دي ممنوع تتباع، بس انا اعرف حد في السوق السوداء يخلصها. وفعلا الحجر الواحد طلع ب120,000 ين، يعني شو لو بحهم يشتري البيت بفرشه. شو رجع البيت لقى له مستنياه، بشرها وقال لها عندي ليكي خبر ب1,000,000. طلع الفلوس اللي حوشها وجاب لها موبايل جديد وقال لها كلمت صاحب البيت ومن بكرة البيت بقى ملكنا وباسمي. لو من كتر الفرحة قعدت تعيط وحضنته وكانت لحظة زي الفل. بعدها المدرسة بلغتهم ان في رحلة تدريب لمكان اسمه الخراب، وده مكان اتكون بعد غزو الكائنات الفضائية وفيه كنوز واوهام. الطلاب وصلوا هناك والمدرب قال لهم دي مهمة سرية واي حد هيسرب معلومة هيتحاكم عسكريا. كان في طالب تخين شوية ومقريف وقعد يطلب كرسي عشان مش عايز ياكل على الارض، لحد ما عسكري غلبان قعده على كرسيه وقعد هو على الارض. شو لما شاف المنظر ده ما تفهمش، راح للطالب وقال له قوم من على الكرسي ده. الواد عمل نفسه مش سامع. شو راح مديله بوكس والمدرب خد الواد وشو كمل اكله ولا كأن في حاجة حصلت. بالليل الكل
كان عمال يتدرب بجد، الا شو ما كانش عارف يتدرب زيهم ازاي. قال لنفسه وانا اتعب نفسي في التدريب ليه لما ممكن الم نقاط بطريقه تانية، يلا بينا نروح نهيس شويه. راح لرئيس الفصل وقعد يرخم عليه وهو بيحاول يركز، والتاني يحاول يطنش وشو مش سايبه لحد ما جمع منه حبه نقط حلوين راح اشترى بيهم تفاح. وبعدها شو حاول يكلم له عشان يطمن عليها، بس ما كانش فيه شبكه خالص، فبدا يقلق ويحس ان في حاجه مش مظبوطه. وقت الغدا الطباخ ادى لشو اكل زياده، وحتى واحد من العساكر عرض عليه الكرسي بتاعه غالبا عشان الموقف الرجولي اللي شو عمله امبارح مع الواد الرخم. بس شو رفض يقعد على الكرسي وقعد على الارض مع جيه. بعد الاكل رجع تاني لرئيس الفصل اللي كان خلاص جاب اخره منه وهرب يتدرب بعيد عن المعسكر. بس هل شو سابه؟ ابدا، فضل وراه يرزل عليه لحد ما لم كل النقاط اللي نفسه فيها. بعدها شو راح يتدرب لوحده، فتح خريطة النجوم وزود قوته وحس انه بقى وحش بجد. وهو رايح يتغدى رئيس الفصل جاله وهو شايط وقال له انت فاكر نفسك تقيل عشان غلبتني في مصارعة الايد قبل كده؟ انا كمان قوتي زادت، ولو اتخانقنا دلوقتي هفرتكك. شو وافق على التحدي والمدرس سمحهم وجه عشان يبقى هو الحكم. كل الطلاب كانوا بيشجعوا رئيس الفصل ونفسهم شو يخسر عشان يخلصوا من رزالته، وده طبعا اللي شو كان عايزه عشان يلم نقاط. اول ما المدرس رفع ايده وقال ابدأ، شو خلص على رئيس الفصل في اقل من ثانية. الكل اتصدم وشو عمال يلم نقط من ذهولهم. المدرس نفسه اتفاجئ بقوة شو وقال له تعالى يا بطل لعبني انا. شو ما كدبش خبر ووافق، ورغم ان المدرس اقوى بكتير من رئيس الفصل بس هو كمان خسر قدام شو وبسهولة. المدرس فرح جدا بقوة شو وقال له انت قدامك مستقبل عظيم يا ابني، استمر ومحدش هيقدر يقف في وشك. شو بقى راح مشغل دماغه وقال له بتريقة لا يا مستر، ده كله بفضل رئيس الفصل، ده وش السعد عليا، كل ما بلمس ايده طاقتي بتزيد. طبعا رئيس الفصل سمع الكلمتين دول من هنا والنقاط نزلت ترف على شو من كتر غيظه. وهم قاعدين فجأة مدير المدرسة ليه لاحظ ضباب تقيل قوي داخل على المنطقة وفهم ان ده مش ضباب طبيعي. راح ضارب جرس الطوارئ وامر الكل يخلوا المكان فورا. شو سمع الجرس وحاول يهرب مع زمايله بس الضباب كان اسرع منهم وفي ثواني كان بالع الكل جواه ومبقاش حد شايف التاني. شو لقى نفسه فجأة في مكان غريب أول مرة يشوفه في حياته، ولسه بيقول في باله أنا عمري ما شفت المكان ده قبل كده. وما كملش الكلمة ولقى وحش عبارة عن هيكل عظمي هجم عليه. بس شو كان حريف، فادى كل ضربات الوحش بمهارة وطلع الفأس بتاعته وخلص عليه في ثانية. بعدها طلع لمكان عالي عشان يحاول يفهم هو فين ويروح فين. وفجأة لقى وحوش كتير ظهرت تحته وبتحاول تقتله. فضل يجري ومحدش فيهم عارف يحصله. وهو بيجري لقى شوية طلاب جايين عليه وبيصرخوا اجري في وحوش ورانا. شو لف وشه وشاف واحد منهم بيتقتل قدام عينيه، ما كدبش خبر، هجم عليهم وخلص على كل الوحوش في ثواني. الطلاب التانيين وقفوا مكانهم مصدومين من القوة المرعبة اللي شافوها. وفجأة وحش حاصر شو وهو ما كانش عارف يتصرف ازاي، والطلاب التانيين فضلوا واقفين يتفرجوا ومحدش فيهم استجرى يساعدوه. شو استجمع قوته وقدر يغلب الوحش، وبعدها قرب منهم وقال لهم المكان هنا مش امان، روحوا استخبوا في حتة تانية. واحدة من البنات ردت عليه وقالت له بس انت رايح فين، خليك معانا عشان تحمينا. شو ما ردش عليها بس قال لهم جملة واحدة الوحوش دي مش بتموت غير لو قطعتوا راسها، خدوا الفاس ده وحاربوا بيه. وسابهم ومشى. بعد ما مشى واحد منهم قال كان لازم نساعده، يمكن كان فضل معانا. اليوم ده خلص. وبعدها شو بدأ يحارب محاربين عظميين عشان ياخد منهم سلاح، وفعلا غلبهم واخد سيف من واحد فيهم وفضل يجري وسط الخرابة دي وهو بيدور على مكان يستخبى فيه قبل ما الليل يليل. وهو بيجري شاف صاروخ اشارة بيضرب في السماء. من غير تفكير شو جري ناحية المكان اللي انضربت منه الاشارة وراح ضارب اشارة تانية في الارض. وهو بيبص يمين وشمال يدور على المصدر فجأة شاف واحد واقف وماسك مسدس اشارات، والغريب ان جسمه كان بيطلع نوع طاقة
بشكل مش طبيعي. فاللحظة دي شو شك ان ممكن يكون الجاسوس اللي جاي حذروا منه قبل كده، وفعلا طلع الشخص ده جاسوس مبعوث من منظمة تانية. الجاسوس ده كان عارف ان الطلاب هيدخلوا الخرابة دي، وجاب معاه 6 من صحابه، واتفقوا لو تاهوا من بعض يضربوا اشارات في السماء عشان يتجمعوا تاني. بس وجود شو بوظ لهم الخطة خالص، وعشان كده الجاسوس كان باين عليه الغل وبدأ يسرب طاقة من كتر النرفزة. بعدها الجاسوس عمل نفسه ابن ناس وطيب مع شو، ومثل انه طالب معاهم في نفس الفصل، ودخل الخرابة دي بالصدفة. شو قال في باله ماشي يا عم خلينا نلعب معاك شوية، وقال له انا كمان من فصل الفنون المقدسة تعال نمشي مع بعض. الجاسوس عينه كانت على السيف اللي مع شو، وقال له سيفك حلو قوي جبته من الخرابة هنا؟ شو رد عليه بكلمة ايوه. الجاسوس قرب منه بحذر وقال له ممكن امسكه بس ثانية اشوفه؟ شو مثل انه هيديهوله، وفي اخر لحظة شده ناحيته تاني. كانت حركة خباثة من شو عشان يخليه يتنرفز وياخد منه نقط طاقة. بعدها الجاسوس قال له انه هيمشي، بس شو صمم وقال لا ما تمشيش وتسيبني، انا بخاف امشي لوحدي هاجي معاك. الجاسوس اتصدم بس قال له خلاص ماشي، وفضلوا يجروا مع بعض. وشو كان بيمثل انه بطيء ومش قادر يلحق عليه. الجاسوس افتكر انه هيقدر يهرب منه ويسيبه، بس اتفاجئ ان شو ماشي معاه كتف بكتف وبنفس السرعة من غير أي مجهود. وفجأة الوحوش بدأت تطلع من تحت الأرض وتهجم عليهم. الجاسوس كان بيحاول يهرب من الوحوش، وشو هو كمان مثل إنه مرعوب وبيجري جنبه. الجاسوس كان عايز يثبت شو وياخد منه السلاح، بس شو كان بيشتغلوا وبيلعب بأعصابه. وفجأة شو راح زقه وجرى بعيد وسابه لوحده مع الوحوش العظمية. الجاسوس كان خلاص هيموت، بس طلع سكينة مستخبية وقدر يقتل الوحوش بيها، وفضل يجري ورا شو وهو شايط منه وعايز يقتله عشان الزقة اللي زقها له دي. بس قرر يستنى لما شو ينام عشان يخلص عليه من غير وجع دماغ. بعد التعب ده كله طلعوا لمكان عالي عشان يريحوا. شو عمل نفسه نايم في الأول، وأول ما الجاسوس قرب منه عشان يغدر بيه ويقتله، شو فتح عينيه فجأة وقال له أنا بقيت زي الفل دلوقتي مش محتاج أنام خلاص. الواد الجاسوس كان هيفرقع من الغيظ. الصبح طلع وشو نزل يدور على الأكل، طلع حتة توفو اللي هي جبنة نباتي وقعد ياكل. الجاسوس لما شاف التوفو اتصدم وقعد يسأله جبت البتاع ده منين؟ مستحيل يكون معاك أكل زي ده هنا. شو فضل يغلس عليه ويحرق دمه لحد ما الواد فقد أعصابه تماما وقرر يقتله بجد. الواد الجاسوس طلع قوي وقدر يدي لشو كم خبطة، بس شو ما كانش صيد سهل، كان بيفادي الضربات ويردها له. الواد اتجنن أكتر وهجم بكل قوته، بس شو بمهارة فاد كل حاجة. وهو بيفادي سيف شو وقع منه على الأرض، فالجاسوس افتكر إن الفرصة جات له وخلاص هيخلص عليه، بس فجأة شو طلع سيفه التاني وخلص عليه في ثانية. في اللحظة دي الجاسوس عرف ان شو هو نفسه الشخص اللي غلب المجرم الخطير قبل كده ووقع على الارض مات. شو بص لجثة الواد وقال العالم ده مرعب بجد، امبارح كنت بهزر وبنكش فيه والنهارده قتلته. الموضوع مش مضحك خالص، بس مهما كان الطريق صعب انا هكمله. ساب المكان ودخل غابة وشاف تفاح واقع على الارض، وعرف ان دي شجر تفاح وبدأ يجمع منه. وهو بيجمع التفاح شوية سناجب ظهروا وهم متعصبين جدا وبدأوا يحدفوه بالطوب. شو استغل الموقف وجمع منهم شوية نقط طاقة وبعدين خلع بالتفاح. فضل يجري لحد ما وصل لنهر وشرب منه وقال لنفسه بقالي كتير بجري وما قابلتش حد، هي الخرابة دي ملهاش اخر. وما لحقش يكمل جملته ولقى قطيع ديابة هجمت عليه. حاول يهرب يمين لقى قبيلة ديابة كاملة هناك، فراح لافف وراجع من نفس الطريق اللي جه منه. وهو بيجري يفكر وقال انا زي مش تعبان بعد كل الجري ده، يمكن من التفاح ده انا حاسس اني ممكن اجري اسرع كمان. وفعلا زود سرعته وقدر يهرب من كل الديابة. وصل اخيرا للمكان اللي ساب فيه الفاس لمجموعة الطلاب ولقى عددهم زاد. قعد معاهم وقال لهم انا هقعد معاكم ليلة واحدة بس وبعدين همشي. العيال فضلوا يتحايلوا عليه عشان يحميهم، بس هو رفض. سألهم اخر مرة اكلته كانت امتى؟ البنت بدأت تعيط وقالت ما اكلناش من 3 ايام. شو طلع تفاحة وقعد ياكل قدامهم وقال لهم لو عايزين التفاح ده امشوا في الاتجاه ده يومين هتلاقوا شجر كتير، بس خلوا بالكم من السناجب عشان مش بيحبوا حد يلمس الفاكهة بتاعتهم. العيال اتغاظوا منه وطلعوا نقط طاقة لانهم عارفين انهم غالبا مش هيخرجوا من هنا. واحد منهم مسك الفاس وقرب منه عشان ياخد التفاحة بالعافية، بس شو كان اسرع منه وخد منه الفاس وقال له شكل كده لازم امشي. خد سيفه والفاس عشان يحارب الوحوش، بس قبل ما يختفي ساب ليهم تفاحتين من غير ما يحسوا. شو كمل طريقه وهو بيدور على اي حاجة يعملها،
وفجأة سمع صوت حد بيقرب. رجع خطوة لورا ولقى هيكل عظمي هجم عليه برمح. شو قفش الرمح ومرضيش يسيبه، وبدأت هياكل تانية تتجمع عشان تهجم، بس شو وقع اللي قدامه واخد منه الرمح وخلع جري. الهياكل فضلوا يدوروا عليه بس ما لقوهوش، فقرروا يسيبوا المكان ويمشوا. اول ما مشوا شو قرر ياخد بقية سلاحهم ويمشي وراهم عشان يغلس عليهم اكتر. في حتة تانية كان في مجموعة طلاب ومدرسين مستخبيين ومستنين الفرسان العظميين عشان يقتلوهم، بس ما كانوش عارفين يتعاملوا معاهم ازاي، فقرروا يخلصوا على قائد الفرسان الاول عشان الباقي يتشتت ويخلصوا عليهم. قعدوا يدوروا على حد شكله مختلف واختاروا واحد ما كانش معاه رمح وماسك سيف بس، وافتكروا ان هو القائد. هم ما كانوش يعرفوا ان ده اصلا غلبان، وشو هو اللي سرق الرمح بتاعه. القناص خد وضعيته وبوم ضربوا في راسه. الكل بدأ يحتفل وفاكرين انهم غلبوا الفرسان، بس القائد الحقيقي كان لسه عايش وامر رجالته يضربوا عليهم اسهم، فما بقاش قدامهم حل غير انهم يهربوا. راحوا لمنطقة تانية وهم مستغربين، احنا عملنا ايه غلط؟ مش قتلنا القائد؟ هم لسه مركزين وبيهجموا علينا ليه؟ واحد من المدرسين رد وقال مفيش غير تفسير واحد، اللي قتلناه ده كان سلاحه مسروق، بس مين اللي يجرؤ يسرق سلاح القائد؟ وقبل ما يكملوا كلامهم شافوا شو وهو مستخبي للفرسان العظميين، وفجأة شو نط على واحد منهم ووقعه وخد الرمح بتاعه ومشى بكل برود. المدرس قال ادينا عرفنا مين اللي عمال يسرق الرماح، وكمل هو في طالب في فصل عنده القوة دي. واحد من الطلاب عرف شو وقال ايوه ده طالب عندنا في الفصل واسمه شو. الطاقة بتاعته صحيت بعد ما غلب قائد الفصل في تحدي الريست، وشكله عنده قوة مرعبة. المدرس رد بذكاء عشان كده لازم نضم الولد ده لصفنا. على الناحية التانية شو كان قاعد فوق شجرة ولا فارق معاه عساكر ولا هياكل ولا اي حاجة، كان سرحان في حياته القديمة وازاي وحشته اخته له ونفسه يرجع لها. وبعد تفكير عميق قرر يكمل طريقه بسرعة عشان يستفيد من الخرابة دي على أكمل وجه ويرجع لها. وهو ماشي في طريقه المحاربين العظميين كانوا عاملين ليه كمين عشان يقتلوه وحصروه من كل ناحية، بس شو فاجئهم وشغل الطاقة الروحية بتاعته في الرمح وبدأ يحارب بمهارة رهيبة. هجم على الفرسان واحد واحد وغلبهم كلهم، وبعد ما خلص عليهم جري يلم سلاحهم وساب المكان. في الوقت ده اخته لو كانت شيطة وعلى اخرها لانه شو ما رجعش البيت بقاله 3 ايام. كانت ناوية تديله علقة محترمة اول ما يرجع، بس لقت رسالة هو سابها لها. لما قرتها فرحت جدا وقررت تستناه. المدرس ومجموعته وهم ماشيين في امان الله اتصدموا لما لقوا ان كل المحاربين العظميين اتنسفوا، ومش بس كده ده حتى سلاحهم مش موجود. طبعا الكل عرف ان دي حركات شو، ده ستايله بالظبط. المدرس بدأ يعجب بقوة شو المرعبة وقرر يعمل خطة عشان يساعده يخلصوا على اخر شوية هياكل عظمية فاضلين. في اللحظة دي شو وصل لمنطقة جديدة وشغل فيها خريطة النجوم بتاعته وطلع فاكهة صفرة واكلها، وشكلها كده ادت ليه تحكم اعلى في الرماح. في نفس الوقت الطلاب والمدرسين كانوا مستخبيين ومستنين اخر مجموعة من الهياكل العظمية عشان يعملوا ليهم كمين. وفجأة نزل رمح من السماء زي الصاروخ وخلص على واحد من الفرسان، وبعدها بدأت الرماح تمطر عليهم من كل ناحية وكسرتهم واحد ورا التاني. شو ظهر في المشهد وخلص على اللي فاضلين بإيده. المدرس شاف المنظر ده وقرر ينضم ليه هو وبقية الطلاب عشان يساعدوه، بس شو كان خلص على كل الفرسان في ثواني قبل ما حد يوصل ليه اصلا. الكل نزل وهم مصدومين من قوة شو. المدرس قرب عشان يشكره، بس قبل ما ينطق شو قال له بقلب جامد كل السلاح اللي ورايا ده بتاعي ومش هسمح لحد ياخد ولا حتة. الراجل رد عليه خلاص يا عم ما تقلقش مش هناخد حاجة، بس مش السلاح ده كتير عليك شوية، مش هتعرف تشيله كله لوحدك. شو قال له تعرف عندك حق، في ناس كتير ورايا محتاجة. وراح رايح ناحية السلاح وقعد يبيعه في الشارع. بدأ ينادي بصوت عالي اي رمح او سيف ب1000 ين، تعالوا خدوا انضف سلاح من عساكر الهياكل العظمية. العيال اتلموا حواليه وبدأوا يبدلوا ادواتهم الغالية بسلاح عشان يقدروا يحاربوا الوحوش. وشو كان في قمة سعادته. 2 من زمايله في الفصل جموا معاهم قرشين صاغ وعايزين يشتروا سيف. شو قال لهم بالفكة اللي معاكم دي ما تاخدوش غير بلطة، بس ما تقلقوش دي حامية وبتقطع زي الفل. الواد فرح واخدها ومشي، وشو برطم وقال
اخيرا خلصت من الفاس الزبالة ده. الواد سمع واتضايق وطلع نوع الطاقة. بعدها المدرس جمعهم تاني وكملوا مشي في الخرابة لحد ما رجليهم ورمت من كتر المشي. المدرس بص لشو ولقاه لسه ماشي ولا كأنه عمل مجهود، راح يتمشى جنبه ودردش معاه شوية. شو سأله عن بقية الطلاب وقال حد اتصاب. المدرس قال له الطلاب كلهم بخير، مفيش حد اتأذى، اغلب الاصابات كانت في عساكر الجيش اللي ماتوا وهم بيحموا الطلاب. شو اتأثر بالكلام ده وحس ان المدرس ده قلبه ابيض. وقفوا في مكان وولعوا نار عشان يتدفوا. شو لاحظ ان المدرسين خلاص فصلوا شحن ومش قادرين يتحركوا، وده اثر فيه جدا، فراح مطلع شويه تفاح واداهولهم ياكلوه. اول ما اكلوا طاقتهم رجعت وبقوا زي الحصان وفرحوا جدا. شويه طلاب لما شافوا المدرسين بقوا فايقين كده راحوا لشو وقالوا له احنا كمان عايزين تفاح. شو بص لهم بقرف وقال لهم انتوا شويه عيال ملكمش لازمه واقفين ورا المدرسين عشان يحموكم ومش بتعملوا اي حاجه، ودلوقتي لما شفتوني ساعدتهم عشان يفوقوا جايين تاخدوا انتوا كمان. غوروا من وشي، مش هتاخدوا مني فرفوته. العيال مشوا وهم مكسوفين، بس في واحد ابن ناس اغنياء قرب من شو واداله ساعه ثمنها 3000 ين مقابل 3 تفاحات. وشو طبعا وافق في ثانيه واداله التفاح. وفجاه الطلاب سمعوا صوت وحوش بتقرب، فراحوا عاملين دايرة حوالين نفسهم عشان يحموا بعض من الأشباح. فاللحظة دي شو حس إن سيفه عايز يطلع ويقطع الأشباح دي حتت، بس مسك نفسه عشان مش عايز حد يشوف السيف بتاعه. الغريب بقى إن الأشباح أول ما شمت ريحة سيف شو اترعبت وهربت من المكان كله. شو لما شاف رد فعلهم ده قرر انه هيروح يطاردهم بعدين عشان يجمع نوع الطاقة. وصلت المجموعة اخيرا لمركز الخرابة ولقوا عدد مهول من الناس هناك واقفين. الطلاب بدأوا يتكلموا عن واحدة اسمها ساي وازاي هي قوية جدا وقدرت تخلص على فرسان لوحدها وان طاقتها صحيت وبقت جبارة. شو الكلام ده شده والبنت لفتت نظره، بس فكر وقال لنفسه بما ان في ناس كتير هنا وانا لسه معايا سلاح كتير طب ما ابيعهم. وفعلا الناس اتلمت حوالي ثاني وبدأ يبيع السلاح. واحد من زمايله جاله وقال له تعالى قائد الوحدة عايز يشوفك. شو اتصدم بس راح معاه ولقى صاي هناك كمان. قائد الوحدة شكرهم هما الاتنين على اللي عملوه وطلب منهم يساعدوه تاني يوم عشان يدخلوا في اعماق الخرابة اكتر. القائد طلع سيفه ورماه في حتة عشان يقيس عمقها وسلاحه سحب طاقة مرعبة عكس سيف شو اللي مش بيسحب طاقة خالص. لما عرفوا ان العمق حوالي 100 متر قرروا يستنوا للصبح عشان ما يعرفوش ايه المخاطر اللي مستنيهم تحت. شو قعد في ركنه وبدأ يعد المشاعر السلبية اللي جمعها واكتشف ان في وسطهم 9 جواسيس. الناس دي ما كانش ليها اسامي، كان ليهم ارقام بس، وده معناه انهم جواسيس بجد. بدأ يدور بعينه عشان يعرف هم مين بس ما خدش باله من اللي بيحصل على ناحية تانية. في الوقت ده المدرس ليه وصل لمركز الخرابة وهو شايل شجرة تفاح كاملة على كتافه. شو راح ليه وشاف سنجاب متعصب جدا طالع من الشجرة عشان خدوا التفاح بتاعه. السنجاب اول ما شاف شو اتجنن وهجم عليه، بس شو قفشه واداله تفاحة. فالسنجاب هدى وبقى كيوت زي القطة. جه جرى على شو عشان يطمن عليه وشو طمنه وقال له كله تحت السيطرة. جي حكاله انه غلب 4 فرسان لوحده وطاقته زادت، فشو فرح لصاحبه واداله ربح هدية عشان هم صحاب. واحد من الجواسيس قرب من شو وبكل بجاحة قال له هات رمح دلوقتي وهديك 50,000 ين اول ما نخرج. شو رد عليه برود ومن يضمن لي مش هديك حاجة. الواد اتنرفز وبدأ يطلع طاقة سلبية، واول ما شو شاف اسمه وعرف انه واحد من الجواسيس اللي مستخبيين وسطهم. بعدها المدرس ليه جمع الكل وقال لهم بكرة الصبح هننزل فيه أعماق الخرابة ومفيش خطة ولا وجع دماغ، اللي نقابله نقتله خلصت. المدرسين التانيين استغربوا وحاولوا يقنعوه يعمل خطة بس هو ما سمعش لحد. وبالليل والعيال نايمة الجواسيس استغلوا الفرصة ونزلوا الخرابة قبلهم عشان يسرقوا عين التكوين، بس شو كان صاحي ليهم وقفش واحد منهم وهو نازل ورفض يسيبه. الجاسوس اتجنن وبدأت خناقة بينهم، والثمانية التانيين اللي نزلوا حسوا ان واحد منهم ناقص بس كملوا مهمتهم وقالوا المهمة اهم. شو وهو بيحارب الجاسوس راح صرخ بأعلى صوته عايز تسبق الكل وتنزل تسرق العين يا جاسوس مش هسيبك. العيال كلها صحيت على صوته والمدرس ليه خد باله، وفجأة المدرس نزل على الجاسوس
الجاسوس بضربة واحدة خرشمته. المدرس ليه قال انا ما وافقتش على الهجوم امبارح عشان كنت عارف ان في جواسيس ومستنيهم يكشفوا نفسهم، وامر كل الطلاب اللي بيعرفوا يحاربوا يتجمعوا عشان يخلصوا على الوحوش ويجيبوا العين قبل الجواسيس. شو والبنت ساي كانوا من ضمنهم، والمدرس طلب من قائد الوحدة يفضل فوق يحمي بقية الطلاب. وبعد خطاب حماسي بدأوا ينزلوا لعمق الخرابة باستخدام سلم حبال. وهم نازلين شو حس بحاجة غريبة في سيفه بس كمل عادي. اول ما وصلوا تحت اتصدموا، كل الجواسيس انتحروا، عملوا طقوس غريبة وماتوا كلهم. المدرس قال بلاش نشغل بالنا بيهم، وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لمكان مليان كريستالات غامضة وشكلها غريب. وفجأة عدد مهول من الأشباح هجم عليهم، والمدرس ليه بدأ يضرب فيهم بكل قوته عشان يحمي الطلاب. المدرسين اكتشفوا ان الاشباح دي جسمها ضعيف وسهل يتقتلوا، فبدأوا يحاربوا بمهارة الا شو اي وحش يقرب منه يهرب اول ما يشم ريحة سيف شو اتضايق ان محدش بيهجم عليه، فقرر هو اللي يروح يقتلهم بنفسه. واكتشف ان سيفه بيمتص طاقة الاشباح دي وبيخليه اقوى. وفجأة اتشبح قتلت واحد من العساكر، واكتشفوا ان ده مش شبح عادي، ده واحد من الجواسيس اللي انتحروا. الطقوس اللي عملوها كانت عشان يتحول لشبح ويقدر يسرق العين من غير ما حد يحس بيه. المدرس ليه اتعصب جدا وعمل تعويذة دفاعية قوية عشان يخلص عليه، بس ما يكونش عارفين مكانه فين بالظبط. فجأة شو حس ان سيفه بيوجهه وقال له اضرب ناحية اليمين، وفعلا ضرب ولقى نفسه جاب الجاسوس. المدرس استغرب وقال له عرفت مكانه ازاي؟ شو قال له تصدقني لو قلت لك حظ؟ المدرس قال له لا طبعا. شو قال له طب اضرب هناك كده، والمدرس ضرب وجت فيه فعلا، بس بعد كذا ضربة تانية ما جاتش. المدرس عرف ان المرتين اللي فاتوا كانوا فعلا ضربة حظ. وفجأة اتفتحت بوابة ضخمة وخرج منها جيش وحوش لا حصر ليه، وكانوا ناويين يمسحوا الكل من على وش الارض. ظهر قائد الهياكل العظمية وقال بصوت مرعب ازاي تتجرأوا وتدخلوا حصني؟ مفيش حد منكم هيخرج من هنا عايش. المدرس ليه بص للطلاب وقال لهم شايفين الرمح اللي في ايده ده غالبا هو عين التكوين، سيبهولي انا اخلص على القائد واخده منه، وانتوا احموا نفسكم وخلصوا على الباقي. بدأت المعركة والمدرس ليه حارب بمنتهى الشراسة وقدر يضرب القائد ويوقع الحصان بتاعه كمان. القائد اتجنن وطلع كل قوته ودخلوا في دويتو موت مع بعض. في نفس الوقت الطلاب واعباء شبكة السماء بدأوا يحاربوا الوحوش الاضعف وقدروا يغلبوهم واحد ورا تاني. وحش كان لسه هيضرب شو، بس البنت ساي لحقته وخلصت على كل اللي فاضلين لوحدها. شو اتحمس هو كمان وجرى يحارب، بس الهياكل اول ما حسوا بقوة سيفه هربوا من قدامه وهم مرعوبين. في اللحظة دي شو قرر يسيب المعركة ويدخل في اعماق القلعة، يمكن يلاقي حاجة تانية قيمة قبل ما يرجع. وهو ماشي جوه حس ان سيفه بيحذره ان في حد مراقبه. دخل منطقة كان مستخبي فيها جاسوس عشان يغدر بيه، بس السيف خد باله الاول وخلص على الجاسوس في لمح البصر. بينما المعركة بين لي والقائد لسه والعة، لي مسك في رمح القائد وما كانش راضي يسيبه ابدا. في نفس الوقت شو وصل لمكان غريب عليه يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، وطبعا بفضوله دخل لقى حراس كتير واقفين زي التماثيل وماسكين رماح. شو قرب منهم عشان ياخد السلاح، فاول ما قرب الحراس بدأوا يتحركوا وهجموا عليه. شو طلع سيفه فالحراس خافوا ورجعوا لورا وبدأ يلم منهم الرماح واحد ورا الثاني. في حارس رفض يديله الرمح، شو هدده بالسيف فالحارس جاب ورا وشو اخذ السلاح بالعافية. الامور بدأت تسوء برا والوحوش حصروا المدرسين والطلاب. مدرس كان خلاص هيموت بس ساي انقذه في اخر ثانية. المدرس ليه كان لسه بيعافر مع القائد وقدر يمسك رمح من رماحه، بس ساي كانت خلاص طاقتها خلصت. شوف اللحظة دي وصل لمكان شكله ده هو عين التكوين الحقيقية. القائد حس بوجود شو، ساب الرمح للمدرس وجرى بأقصى سرعة ناحية شو. المدرس ليه اكتشف ان الرمح اللي معاه مش هو العين الحقيقية لان الخرابة ما اختفتش، ففضل يطارد القائد لحد ما وصل للحراس، وهناك القائد امرهم يقتلوا ليه. وبان ان المدرس وقع في فخ، الكل فقد الامل وطاقتهم خلصت خلاص واستسلموا للموت. بس باخر لحظة قبل ما القائد يوصل شو فتح حاجة وظهرت فيها عين التكوين الحقيقية. اول ما شو لمسها كل حاجة في الخرابة بدأت تختفي، القائد والوحوش وكل حاجة اتبخرت واتسحبت لجوه العين، حتى الرماح اللي كان شو شايلها اتسحبت. الناس اللي برا شافوا الضباب بيتمسح وبدأ الكل يرجع للعالم الحقيقي وهم طايرين من الفرحة.
انهم لسه عايشين. قائد الفصل كان مصاب في راسه وقعد يتعالج. جيا جرى عليه وسأله عن شو. المدرس قال له دور عليه، لو ما لقيتهوش يبقى غالبا مات. الولد ده كان قوي جدا جوه الخرابه، صعب نصدق انه مات كده. الكل كان زعلان جدا، وفجأة وفي لحظة غير متوقعة شو دخل عليهم وهو بيبرق من كتر الطاقة اللي جمعها جوه. الكل اتصدم وما كانوش مصدقين عينيهم. شو قرب من المدرس واداله الرماح اللي جمعها، وبعدين نكد عليهم كلهم لما قعد يطالبهم بنقط قبل ما يمشي بكل هدوء. وهو ماشي لقى نقط طاقة جاية ليه من اخت له لانها لسه زعلانة منه. لقاها قاعدة فوق شجرة مستنياه ونطت عليه بالركلة المشهورة بتاعتها عشان ترحب بيه. بدأت تفتش بجسمه كله عشان تتأكد انه ما حصلوش حاجة، ولما شافته سليم قعدت تعيط من كتر الفرحة. شو اعتذر ليها انه سابها كل ده واخدها في حضنه، ووعدها انه هيعزمها في انظف مطعم في البلد عشان يصلحها. واليوم خلص بمشهد ياخد القلب. المدرس ليه راح لمنظمة السما عشان يبلغهم ان في حد قدر يسرق عين التكوين.